السلام عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ ثالثه سنه، يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عاصم السعدني، وده كورس التاسيس البيولوجي لدفعه 2027. كل سنه وانتم طيبين وبدايه سنه خير علينا وعليكم ان شاء الله. تعالوا نخش في الموضوع على طول. كنا مهدنا قبل كده، قلت لكم ان احنا هينزل لنا في اقرب وقت كورس تاسيس البيولوجي، عشان انت اكيد عارف اللي مكمل علم علوم ان انت ما خدتش اوريدي بيولوجي قبل كده، فانت في معلومات ناقصاك ومحتاجها. طب احنا هنقول المعلومات اللي فاتت كلها بالتفصيل، انت مش مطالب عليها بالتفصيل. امال ايه المعلومات اللي انت هتحتاجها؟ انت هتحتاج المعلومات اللي هتساعدك وتخدمك في ثالثه سنه. طب المعلومات دي هنمشيها ازاي؟ بخطوه خطوه. طول ما انا ماشي هشرح لك حاجات بيزس كده هتكمل عليها السنه، وفي نفس الوقت هشاور لك واعمل لك هايلايت كده واقول لك خد بالك انت محتاج دي، خد بالك دي موجوده في شابتر كذا، خد بالك دي موجوده في الدرس الفلاني، خد بالك ده موجوده في الجزء الفلاني. فعايزك تركز معايا كده، ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم بدايه تاسيس البيولوجي بتاعتنا. تعالى نبدا بالمعلومات اللي انت واخدها من اول جريد 4 لغايه ما ربنا كرمك ووصلت دلوقتي لثالثه سنه. المعلومات دي ايه؟ اول حاجه انت عارف ان الايه؟ الجسم سواء كان كائن حي، اي كائن حي، نبات، انسان، حيوان، الجسم بيتكون من مجموعه من السيستمز. وبعد السيستم تقول ان الجسم بيتكون من، او السيستمز بتتكون من اورجن، والاورجنز بعد كده بتتكون من تيشوز، والتيشوز بعد كده بتتكون من سيلز. وهنا بقى يا باشا انت كده خلصت المعلومات اللي انت كنت عارفها في الساينس. ايه المعلومات اللي انت المفروض كنت هتاخدها في اولى ثانوي لو انت كنت منهج قديم؟ تعالى ندي امثله كده على كل جزء ونسمي الله. تعالى نفكر في الجزء الاولاني. لو انت خدت السيستمز، تعالى نفتكر مع بعض ايه السيستمز اللي انت ممكن تفكر فيها. قال لك والله يا مستر خدنا قبل كده دايجستيف، خدنا سيركيلاتوري، خدنا ريسبيراتوري، خدنا سيستمز كتير جدا 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 من اول 4 ابتدائي لغايه 3 اعدادي. طب بعد الريسبيراتوري خدت كمان الاكسكريتوري، خدت كمان معلومات عن النيرفس. كل دول انت درستها قبل كده. طب هي دلوقتي السيستمز دي انا هحتاجها؟ والله انت محتاج معلومات منها، بس يعني ما تقلقش الدنيا بسيطه. طب يا مستر ايه الجديد اللي عندي اللي انا هدرسه في ثالثه ثانوي؟ والله حضرتك في ثالثه ثانوي هتدرس حاجه اسمها سكيلتل، اللي هو الجهاز الهيكلي بتاع العظم والبونز، من اول عظمه لغايه اخر عظمه، ال 206 بونز انت هتعرفهم كلهم. غير السكيلتل انت هتعرف كمان مين؟ الماسكلر، هتعرف شويه عضلات في جسمك كده. طب ايه تاني يا مستر؟ قال لك انا هعرف الاندوكراين سيستم. طب ايه غير الاندوكراين سيستم يا عم؟ قال لك والله هتعرف كمان جهاز اسمه اميون سيستم. دي السيستم ده هتعدي عليك في ثالثه ثانوي. طب يا مستر انا دلوقتي الكلام ده مطالب ان انا اعرف كل المعلومات دي دلوقتي؟ خالص. مين اللي قال لك؟ انت هتعرف بس النيمز بتاعتهم وبعد كده هنعرف المعلومات. طب الاورجنز، ادينا امثله على الاورجنز كده بس عشان نفتكرها معاك. تعالى يا عم معايا في الاورجنز. الاورجنز دي زي الهارت، زي الاستومك، زي اي حاجه ممكن تيجي في بالك ليها علاقه بالموضوع. عندك البنكرياس، عندك الليفر، عندك حاجات كتيره جدا. طب يا مستر التيشوز دي بقى ده حوار دي كانت منهج اولى ثانوي كله بيتكلم على التيشوز. التيشوز يا مستر عندك في منها بلانت تيشو، وعندك في منها انيمال تيشو، وكل حاجه من دول انت محتاجها في ثالثه ثانوي، وهنتكلم عنها قدام بالتفصيل شويه. بس تعالى اديلك مثال على البلانت، على الانيمال تيشو او البلانت تيشو. الامثله اللي انت ممكن تحتاجها ان انت تعرف ان انت عندك مثلا حاجه اسمها ماسكولار تيشو. حلو. عندك كمان حاجه اسمها كونكتيف تيشو. كل دي معلومات انت هتحتاجها. طب تعالى للسيل. ايه اللي انت تعرفه عن السيل؟ والله معلوماتي من زمان قوي ان هي البيلدينج يونت. بيلدينج يونت اوف ايه؟ اوف ليفنج اورجانيزم. ايا كان الليفنج اورجانيزم ده، بس ايا كان يا حبيبي. يبقى انت دلوقتي بدات ايه معايا تفتكر كده المعلومات القديمه. طب يا مستر هو انا هحتاج ايه دلوقتي؟ اقول لك الجديد بقى. شفت احنا وقفنا عند مين؟ عند السيلز. طب يا مستر ايه اللي بعد السيلز؟ نركز معايا بقى في الحته دي وانا اقول لك ايه اللي بعد السيلز. هتلاقي بعد ما تروح للسيلز انت بتعرف معلومه بسيطه جدا. اكتشفت ان جوه السيلز حاجه بنقول عليها يا شباب اورجانيلز. يعني ايه اورجانيلز؟ الاورجانيلز دي بنقول عليها بورت او اجزاء صغيره جوه السيلز، هي بتبقى مسؤوله عن البروسيسز اللي بتحصل. والكلام ده انت خدت شويه منه في ثالثه اعدادي لما عرفت ان في حاجه اسمها نيوكليوس، وعرفت كمان غير كده في حاجه اسمها سنتروسوم. السنتروسوم ده اللي كان بيساعد السيل يا شباب ان هو تعمل سيل ديفيجن. كان عندنا مرحله من مراحل السيل كده الكروموسوم بتبقى مرصوصه في النص، وفي حاجات بتشدها من هنا
الحاجات دي اسمها ايه؟ الحاجات دي اسمها سنتروسوم، بتطلع خيوط بتشد الايه؟ الكروموسوم دي يمين وشمال عشان يحصل الايه؟ الديفيجن بتاعها. طب يا مستر وانا محتاج افتكر ده كله؟ احنا لسه بنخش كده عشان تعرف انت هتحتاج ايه. طب يا مستر بعد الاورجانيلز اكتشفنا حاجه غريبه يلي درسها في ثانيه ثانوي في الكيمستري طبعا مش في البايو، اسمها موليكيولز. يعني ايه موليكيولز؟ موليكيولز اللي هي الجزيئات او البارتكلز الصغيره. مفاجاه بقى، البارتكلز اللي في كل الجسم متكون من بارتكل. طبعا انا لو كملت لك، انت عارف ان بعد الموليكيولز ايه؟ انت عارف ان بعد الموليكيولز هيبقى اتومز. يعني انا مستر جسمي بيتكون من موليكيولز من اتومز. ممتاز، جسمك فعلا بيتكون من موليكيولز واتوم. وهنتكلم عن الموليكيولز بايه؟ بحد ايه؟ او بشكل تفصيلي عشان تفهم الموليكيولز دي هتساعدك في ايه في المنهج. طب تعالى نبدا صفحه جديده ونتكلم عن الموليكيولز بتاعتنا. ايه هي الموليكيولز؟ قال لك عندي نوعين من الموليكيولز، يا اما اورجانيك يا اما ان اورجانيك. احنا كده بنشرح الحاجات اللي كانت في اولى وهتساعدني في ثالثه. طب الاورجانيك ممكن اقول عليها ايه؟ تعالى اقول لك بقى الخلاصه في الموضوع. الاورجانيك ده يا شباب ممكن نقول عليها ايه؟ لارج موليكيول او ماكرو موليكيولز، او في كلمه تانية هتستخدموها كتير او هتصدعوا من كتر ما بنستخدمها اسمها بوليمرز. اما الان اورجانيك هتبقى مايكرو موليكيولز، حجمها اصغر بكتير. طب انت عارف كده كده وانا عارف والناس كلها عارفين ان الموليكيولز بتتكون من اتومز. طب تعالى ادي لك مثال على الاورجانيك والان اورجانيك. ايه اللي يخليني اقول على الموليكيولز في منها اورجانيك وايه اللي يخليني اقول عليها ان اورجانيك؟ ممكن تكون سمعت الكلام ده في ثانيه سنه في الكيمستري، عرفت ان الحاجات اللي بيتقال عليها اورجانيك ليها شويه شروط كده. ايه الشروط دي؟ طبعا عشان يتقال عليها اورجانيك انت لازم تبقى عارف ان هيبقى عندها مين ومين. كربون لينكد تو هيدروجين، لازم وشرط اساسي ان الكربون يبقى ماسك في مين؟ في الهيدروجين. طب وهنا في الان اورجانيك قال لك والله ممكن may contain كربون، ممكن تلاقي كربون. طب لو ما لقيتش كربون ولا اي حاجه ما تتضايقش يعني، بس هنا لازم تلاقي. يعني هنا احنا حطينا 100، هنا هنحط مص. يعني ايه مص يا شباب؟ مص يعني لازم، شرط اساسي. انما هنا ممكن ممكن لا. طب خلاص يبقى انا فهمت قصدك. يبقى قصدك البيولوجيكال الماكرو موليكيولز دي مهمه ودي مش مهمه، ماتش كده خالص. انا قلت لك ان الموليكيولز ايه وضعها؟ في منها مهم وفي منها مش مهم. يعني هتلاقي ان البوليمرز دي، اديني مثال عليها. هدي لك مثال، هدي لك 4 امثله وهم دول اللي هتاخدهم طول الايه؟ البارت ده من السيشن. الكربوهيدراتس، بعد الكربوهيدراتس عندك الليبيدز، بعد الليبيدز عندك حاجه اسمها بروتينز، بعد البروتينز عندك حاجه اسمها، لو ننزل لتحت كده شويه، حاجه اسمها نيوكليك اسيد. كل حاجه هتعرف المعلومات اللي انت محتاجها منها. طب يا مستر بقول لك ايه، الان اورجانيك دي مش مهمه؟ تاني اقول لك انا ما قلتش ان الان اورجانيك مش مهمه. الان اورجانيك بينطبق عليها شروط معينه، ان هي ما فيهاش ولا كربون ولا هيدروجين. حلو. مي كونتين كربون ومي كونتين هيدروجين. طب اديني مثال. قال لك يعني مثلا اول مثال في الان اورجانيك اهو، هتتفاجئ مين؟ الميه. طب معلش كده في سرك من غير ما انا اسمعك، هي الميه ايه؟ H2O. طب بلاش السولت، الملح اللي احنا بنحطه على الاكل ده هيبقى ايه؟ NaCl. طب بلاش حضرتك طول ما انت قاعد بتسمعني وانا قاعد بتكلم بتتنفس. طب وانت بتتنفس محتاج ايه؟ محتاج اكسجين. بتطلع ايه؟ كربون دايوكسيد. اهو اكسجين O2 وكربون دايوكسيد. اسال نفسك كل سؤال كده عشان تجمع معايا. تعال انت يا ووتر مهم؟ طبعا. انت تعرف تعيش من غير ميه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي يا ابني. طب الميه دي ايه؟ قال لك الميه دي والله هي ان اورجانيك. ان اورجانيك ليه؟ عشان ما عندهاش كربون. طب يا مستر السولت NaCl، هي السي دي كربون؟ يا عم عيب عليك بقى، Cl كربون. الCl هنا كلورين، اللي هو الصوديوم كلورايد، طبعا مش كربون. وحتى لو كربون يبقى خلاص، يبقى CO2 ده اورجانيك. تعال افتكر شرط الاورجانيك ايه تاني؟ بص لي هنا، must contain carbon linked to hydrogen. يعني يا كربون وهيدروجين مع بعض، يا اما ما تقوليش ان ده ايه؟ ان ده اورجانيك. يبقى ده عندي كربون بس من غير هيدروجين يبقى CO2، والميه عندها H بس من غير كربون يبقى برضو ان اورجانيك. طب الO2 طبعا انا محتاجه. يبقى يا جماعه الان اورجانيك محتاجهم والاورجانيك محتاجهم. طبعا الاورجانيك فيها
فرق كده بسيط او ديفرنس ما بينهم وما بين الان اورجانيك. الاورجانيك دي بنقول عليها لارج موليكيول. طب بيتقال عليها لارج ما هي دي موليكيول، ما هو في الاول وفي الاخر دي موليكيول ودي موليكيول. قال له افهمك، الموليكيولز دي بتتكون من اتومز والموليكيول دي بتتكون من اتومز، بس الاتومز بتاعت الماكرو موليكيولز بتبقى اكتر بكتير، والاتومز بتاعت المايكرو موليكيولز اقل بكتير. يعني كاني بقول لك هنا عد لي H2O و H2 يعني 2 H وواحده O، يعني كده 3 اتوم. طب انت عارف لو انا مثلا عايز ابدا في حاجه بسيطه كده، كربوهيدراتس، في حاجه كده فيها اسمها جلوكوز، اكيد عارفينه كلنا، الموجود في السكر ده. الجلوكوز ده ايه يا جماعه؟ C6H12O6. ده موليكيول واحد والميه موليكيول واحد. قول لي يا راجل يا طيب كده، يعني نسبه محترمه كده ايه؟ 6 و12 18 18 6 24، يعني هنا موليكيول واحد ب 24 اتوم وهنا موليكيول واحد ب 3 اتوم، ممكن يبقوا 2 اهم. حلو، يبقى انت لازم تفهم ان الموليكيول ايه؟ بتاع الماكرو وغير الموليكيول بتاع المايكرو. طب مثلا احنا كل ده فين؟ كربوهيدرات، ليبيدز، بروتين بتاعت اولى ثانوي. طب تعالى نفهم الجزء ده يا شباب، بنقول عليه بوليمرز، اللي انا كنت بشرح اللي هم الماكرو موليكيول. وما دام بوليمرز يعني حجمهم كبير، بيتكونوا من حاجه اصغر بنقول عليها مونيمرز. معلش يا مستر يعني انزل بالترجمه عشان اجمع معاك. اقول لك يا سيدي، بوليمر دي، بوليمر معناها كذا موليكيول مع بعض. يعني ايه؟ يعني مثلا تعال نفترض ان ده اول موليكيول، تاني موليكيول، تالت موليكيول، رابع موليكيول، خامس موليكيول. حلو، كل موليكيول من دول او كل واحد من ده كده بوليمر واحد، بيتكون من ايه؟ من مونيمر واحد. حلو، المونيمر ده اللي هي الدايره دي مع دي مع دي مع دي. عارف لما تكون بنعمل سبحه كده، السبحه بيبقى فيها حبات، اعتبر ان السبحه دي كلها موليكيول واحد، يبقى بتتكون من اتومز كتير اللي هي الحبات بتاعت السبحه. طب البوليمرز دي يا معلم بتكونسست اوف ايه؟ كونسست اوف او بتتكون من مونيمرز. طب يا مستر اديني مثال. حاضر، هنرجع للي فات. لو عندك الكربو هيدريتس يا جماعه، الكربوهيدراتس دي من اكتر مصادر الاكل اللي احنا بنستهلكها في حياتنا. تعالى لنا كده مصريين، اكتر حاجه بناكلها ايه؟ عيش ورز، عيش ورز، مكرونه معانا برضه، كل ده كربوهيدراتس. فاكهه معظمها كربوهيدراتس، الخضار فايبرز برضه تبع الكربوهيدراتس كتير منه. طب الكربوهيدراتس دي المونيمر بتاعها اسمه ايه؟ يعني هي حاجه كبيره فبتتكون من حاجات اصغر، اسمها مونو ساكرايد. هدي لك امثله على ما تقلقش. طب يا مستر عندي مين؟ الليبيدز. الليبيدز دي يا شباب اللي هي الدهون او جزء منها الدهون، بنقول عليها بالعربي الليبيدات، الدهون والزيوت والشموع وكل حاجه لها علاقه ايه؟ بالحاجه الايه؟ اللي هي بنقول عليها اويلي او حاجه واكسي. طب الليبيدز دي برضو بتتكون من حاجات اصغر، بنقول عليها فاتي اسيد او احماض دهنيه. ماشي، اللي بعده. بعد الليبيدز عندي حاجه اسمها بروتينز. البروتينز اللحمه امينو اسيد. يعني البروتينز حاجه كبيره بتتكون من حاجات صغيره اسمها امينو اسيد. امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد عمل ايه؟ بروتين. طب يا مستر ايه تاني؟ عندي حاجه كنت واخدها في ثالثه اعدادي اسمها نيوكليك اسيد. نيوكليك اسيد هتبقى ايه؟ البيلدنج يونت بتاعتها اسمها نيوكليتايد. البيلدنج بتاعتها يا شباب نيوكليتايد. يبقى كربوهيدرات، مونوساكرايد، ليبيدز، فاتي اسيد، بروتينز، امينو اسيد، نيوكليك اسيد، نيوكليتايد. جدع او جدع، طلعي لي العامل المشترك او الكومن فاكتور ما بين دول كلهم. ايه اللي مشترك؟ ان كلهم لازم وانا مغمض كده هلاقي فيهم كربون وايه؟ وهيدروجين. يعني دول كلهم ماست كونتين الاثنين دول مع بعض. مين الاثنين دول مع بعض؟ 700 خط، لازم تلاقي فيهم ايه؟ كربون وهيدروجين. لازم، مش اللي هو انا بفكر لا هي ما فيهاش اوبشن. صعب الكلام ده يا شباب؟ في حاجه مش مفهومه؟ طب بس الكلام ده هتحتاجه في ايه؟ يا ابني انت طول السنه هيفضل يقول لك البروتينز بتخش في تركيب كذا، الكربوهيدرات بتخش في تركيب كذا، اصل الهرمون الفلاني معمول من الليبيد. فانت هو هرمون، هي ايه الليبيد دي؟ طب والبروتينز انا ما اعرفش البروتين حاجه غير ان هو اللحم.
طب اصل الحاجه دي بتستخدم كمصدر للطاقه في الكربوهيدرات. طب هي مين الكربوهيدرات؟ طب يبقى انا لازم اعرفك المعلومه دلوقتي. انا بجمع لك كل المعلومات بتاعت اولى سنه. اولى سنه وكان منهج من المناهج الدسمه اللي مليانه معلومات. طب تعالى نخش ايه في تفصيل كل واحد. هنحاول ايه ننجز كده فيهم ونتكلم على مين؟ نتكلم على الكربو يا شباب او الكربوهيدرات. الكربوهيدرات عباره عن ايه؟ باختصار شديد هو بيولوجيكال موليكيول، يعني موليكيول في جسم الكائن الحي. بيعمل ايه الكربوهيدرات؟ بيتكون بشكل اساسي من الكربون والهيدروجين والاكسجين. ماشي، دي اول معلومه. طب ايه المعلومه الثانيه؟ بيستخدم كمصدر اساسي للطاقه. ده مش بس كده، قام يكتب لك معلومه كده ما بين براكتس اهو، ده اسرع مصدر في الطاقه. ده احنا زمان حتى يقول لك ده انت لو اغمى عليك هتعمل ايه؟ قال لك والله ده شويه ميه بسكر كده الحقوه كده. ايه طب يا مستر اشمعنى ميه بسكر؟ اشمعنى مثلا ما جابلوش طبق شوربه ولا حته لحمه؟ ما ده احسن. هي الفكره في ايه؟ الفكره مش الحاجه اللي بياكلها. انت عايز مصدر للطاقه سريع، يبقى مصدر للطاقه سريع يبقى معناها ايه؟ كربوهيدرات، ما فيهاش كلام. طب الكربوهيدرات هي مصدر رئيسي للطاقه وكمان اسرع مصدر للطاقه. طب ايه اللي تعرفه تاني عن الكربوهيدرات؟ تعال اقول لك. الكربوهيدرات يا شباب بنقدر نعمل لها تصنيف. يعني بتتصنف ليه؟ بتتصنف لحاجه اسمها سيمبل وكومبلكس. سيمبل وايه؟ وكومبلكس. طب يا مستر ماشي، مين السيمبل ومين الكومبلكس؟ بص يا سيدي الفاضل، الموضوع بسيط. لو انت عندك سيمبل كربوهيدرات بنقول عليها يا اما مونو ساكرايد، يعني بتتكون من كام موليكيول؟ بتتكون من موليكيول واحد يا شباب، 1 موليكيول. يعني ايه سيمبل مونو ساكرايد؟ بتتكون من 1 موليكيول. طب ممكن تبقى داي ساكرايد، ويا جماعه لو مونو معناها واحد يبقى داي معناها 2. صعبه. 2 موليكيولز من مين؟ من المونو ساكرايد. طب لو كومبلكس عندك بقى من اول 3 وانت طالع براحتك مفيش مشكله. يعني ميني مونو ساكرايد، كذا مونو ساكرايد جنب بعض. طبعا عندنا مثال على كل واحد هيساعدك طول ايه؟ طول السنه. تعال ناخد اول مثال ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو على المونو ساكرايد عندك مثال اسمه جلوكوز، وحاجه تانية اسمها فركتوز، وحاجه تالتة اسمها جلاتوز، وحاجه رابعه مهمه جدا اسمها راي بوز. طب ايه المشترك ما بين دول كلهم؟ المونوساكرايد ده يا جماعه بيبقى بيتكونوا من موليكيول واحد. يعني الجلوكوز ده بيبقى واحد بس، الفركتوز ده واحد بس، الجلاكتوز واحد بس، الريبوز واحد بس. انما لو عندك داي ساكرايد، يعني انا معايا كده مونوساكرايد ومونوساكرايد، مونو هنقول عليه داي، مونو هنقول عليه ايه؟ داي. طب اديني مثال على الداي اللي احنا نعرفه. واحد اسمه لاكتوز، وبنقول على اللاكتوز ده اللي هو موجود في اللبن. طب واحد بنقول عليه ايه؟ مالتوز، اللي هو موجود في الشعير، او بنقول عليه المالت شوجر. بنقول على الثالث ده ايه؟ بعد لاكتوز ومالتوز عندي روز. السكروز ده يا جماعه اللي موجود في سكر القصب. طب اللاكتوز ده بنقول عليه موجود في اللبن. مالتوز موجود في المالت شوجر الشعير، زي الحاجات بتاعت البريل والحاجات بتاعت الفي كولا وكده. السكروز ده موجود في الايه؟ في القصب اللي احنا بنقول عليه الكين شوجر او الشوجر كين. طب يا مستر لو كومبلكس ميني مونوساكرايد؟ قال له تعالى لي بقى، ده دي اللي مهمه جدا 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 جدا. اول مثال عندنا حاجه اسمها سيليلوز. السليلوز عباره يا جماعه عن جلوكوزات كتير قوي مع بعض، يعني جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز كتير بقى لغايه ما تزهق. بيعملوا حاجه اسمها تشين او سلسله. السلسله دي بيبقى اسمها كومبلكس شوجر او سيليلوز. طب يا مستر في مثال تاني، حاجه طبعا انت عارفها كويس او قد تكون سمعت عنها، اسمها جلايكوجين. الجلايكوجين ده عباره عن بعد ما تاكل الاكله الحلوه كده، انا عارف الكلام ده طبعا، بعد ما تاكل الاكله الحلوه جسمك ياخد الاحتياج بتاعه من الجلوكوز، يقول لك تمام انا ده اللي انا محتاجه. طب الباقي يا جسم هتعمل بيه ايه؟ يجي هرمون كده هنعرفه بعدين اسمه الانسولين، ياخد الجلوكوز الزياده يقوم مخزنه في شكل جلايكوجين. فين يا مستر؟ بيخزنه في الليفر وفي المسلز كمصدر للطاقه، ان شاء الله هتحتاجه بعدين.
عشان كده لما بنيجي نصوم بالله عندنا طاقه. طب يا مستر غير السليلوز والجلايكوجين عندي مين تاني؟ قال لك عندي سليلوز وجلايكوجين، والحاجه الثالثه اللي موجوده في الكومبلكس شوجر هي مين؟ يبقى كنا بنقول السليلوز والجلايكوجين والستارش. عشان كده بنقول الجلايكوجين ده بيتخزن كايه؟ جلوكوز او اكسس جلوكوز، جلوكوز زائد، بس فين؟ في جسم الانسان وجسم الحيوان. يعني اكتب جنبه كده اهو، فين وفين؟ في الانيمال وفي الهيومن. اما النبات الغلبان ما عندوش حاجه اسمها جلايكوجين. ليه؟ قال لك هو لو عنده جلوكوز زياده هيخزنه في شكل ستورش. يعني الستورش ده بيبقى موجود في البلانت. وانا محتاج اعرف ايه تاني عن الكربوهيدرات؟ مفيش حاجه يا ابني اكتر من كده ممكن تحتاجها في الكربوهيدرات في ثالثه سنه، تعرف اساميها وتعرف المعلومات دي. طب يا مستر طبعا سريعا بس هقول لك الجلوكوز ده من اشهر الموليكيول بيبقى C6H12O6، والريبوز ده بيبقى C5H10O5. انا مش عايزك تحفظ الفورمولا دي، مش مهم دلوقتي، بس تبقى عارف وعينيك متعوده ان الكربوهيدرات اللي هي CHO مع بعض بنفس الترتيب كده CHO بتبقى عاده الفورمولا او الريشيو بتاعتها 1 to 2 to 1، يعني عدد الهيدروجين اتومز بيبقى ضعف الكربون والاكسجين. طب يا مستر انا خلصت مين؟ الكربوهيدرات. هتخش على تاني نوع اللي هو مين يا شباب؟ هتقول لك مين يا مستر في الجزئيه دي؟ هخش على الليبيدز. الناس كلها بتستسهل تقول لك على الليبيدز الدهون. يا جماعه الليبيدز ترجمتها بالعربي حتى اسمها ليبيدات، من احد انواعها الدهون. طب فكر كده معايا، لو الليبيدز دي اورجانيك موليكيول، يلا اول تركيبه هيبقى ايه؟ كربون، هيدروجين، اكسجين. يبقى عندك كربون وايه؟ ايه يا مستر ده هو يا ابني، ما انا قايل الكربون والهيدروجين اساسي، حط بقى اي حاجه ثانيه معاها مش مشكلتي، المهم الاقي مين اساسي؟ كربون وهيدروجين. ماشي، يبقى الليبيدز كربون وهيدروجين. طب ايه تاني يا مستر؟ قال لك ده كمان الليبيدز دي كنا بنقول عليها من احد مصادر الطاقه. حلو، بنقول عليها سورس اوف انرجي. طب يا مستر ليه ما قلتش عليها مين؟ هو مفيش مشكله، هي مصدر مهم جدا بس مش هي المصدر الرئيسي. هي بتدي ايه؟ more energy than carbohydrate. الطاقه اللي بناخدها من الفاتس يا جماعه ومن الليبيدز بتبقى اعلى بكتير قوي من الكربوهيدرات، بس في مشكله، اللي اسرع الكربوهيدرات يعني هي بتعمل ايه؟ تيكس، حلو الكلام ده، بنقول عليها ايه؟ تيكس more time، بتاخد وقت اطول. عشان ايه؟ عشان تعمل الكلام ده او عشان تدينا طاقه. طب يا مستر ايه تاني عايزين نعرف عن الليبيدز؟ زي ما عملت مع الكربوهيدرات. الكربوهيدرات كنا قسمناها لايه؟ لسمبل وكومبلكس. هنا برضه الليبيدز هنقسمها لايه؟ لحاجه اسمها سمبل ليبيدز، وحاجه تانية اسمها ايه؟ كومبلكس، وحاجه ثالثه اسمها ديريفاتيف. ديريفاتيف ده ميكس ما بين مين؟ ما بين السمبل والكومبلكس. طب تعالى نتكلم على السمبل. يعني ايه السمبل ليبيدز؟ السمبل ليبيدز دي ايه؟ 3 حاجات. اول حاجه بنقول عليها ايه؟ اويلز. طب تاني حاجه بنقول عليها فاتس. تالت حاجه بنقول عليها، او اللي هي هنقول سي بقى، هنقول عليها واكسز. ايه ده؟ يعني الزيوت والدهون والشموع دي كلها تبع السمبل ليبيدز. هو الليبيدز بيتكون من ايه؟ ارجع كده بالذاكره لورا، اساعدك انا، نرجع كام سلايد كده. بص الليبيدز بتتكون من ايه؟ فاتي اسيد. نعلم كده صح الكربوهيدرات خلصناها. الليبيدز بتتكون من فاتي اسيد. طب يا مستر لو انا عايز اتكلم على السمبل ليبيدز، قال له بص بقى، لو هي يا جماعه تركيب الليبيدز بيبقى معقد اكتر من ايه؟ كربوهيدرات شويه، عشان كده هي بتدي طاقه اعلى. عشان كده السمبل ليبيدز دول كلهم بيتكونوا من ايه؟ بيتكونوا من حاجه اسمها 1 جليسرول. ده نوع من انواع الموليكيول كده بيبقى موجود في الليبيدز. جليسرول شبه كلمه جليسرين اللي هي لها علاقه برضو بالايه؟ بالمرطبات والكلام ده كله. 1 جليسرول بلس 3 فاتي اسيد. يعني السمبل ليبيدز مش بيتكون من فاتي اسيد بقى زي الكربوهيدرات، ده بيتكون من 3 فاتي اسيد وواحد جليسرول. 3 فاتي اسيد واحد طب احفظها خلاص.
طب يا مستر الكومبلكس بقى بيتكون من ايه؟ يبقى معقد، يبقى اكتر من كده. اقول له لا بقى الكومبلكس ده اولا عندها مثال واحد، او عندك انت يخصك مثال واحد طبعا. الكومبلكس ده المثال اللي عليها حاجه اسمها فوسفو ليبيد، فطبعا هتقف كده هم ليه سموه فوسفو ليبيد؟ قال له بص يا سيدي، شايف الكلام اللي فوق ده نفس الكلام، بس هتقول لي ايه؟ انت عندك الفوسفوليبيدز دي ايه؟ هتقسمها شويه حاجه بسيطه. يعني ايه؟ هتقول لي ان الفوسفوليبيد دي عباره عن ايه؟ 1 جليسرول. قال له ماشي، انت كده غشيتها من اللي فوق. بلس كام؟ قال له شايف الثلاثه فاتي اسيد؟ هات 2 بس. الله، طب والتالت عملت فيه يا مستر؟ يا باشا التالت هجيب مكانه حد اسمه فوسفيت جروب. قال له يا جدع صدق الكلام كده منطقي؟ يعني انت كده في الفوسفوليبيد سميتها فوسفوليبيد عشان خدت فاتي اسيد ورميته واستبدلته بفوسفيت جروب اللي هو بي او 4 بالظبط. طب الفوسفوليبيد ده مهم، انا مش عايز اقول لك هي اهميته بتكمن في ايه. اي خليه لاي كائن حي خلقها ربنا لازم تلاقي فيها في تركيبها فوسفوليبيد. ازاي مثلا؟ عشان الفوسفوليبيد بيخش في تركيب حاجه اسمها بلازما ممبرين، او اللي انت كنت بتاخده قبل كده باسم السيل ممبرين، اللي هو الغلاف او الكفر بتاع السيل. اي سيل اي كائن حي من اول البكتيريا لغايه العبد لله هتلاقي ان في كل سيل في جسمه الغلاف بتاعها الممبرين بتاعها فيه فوسفوليبيد. اما الديريفاتيف دي ودي محتاجينها قوي يا جماعه في ثالثه ثانوي الصراحه. ليه بقى؟ اقول لك، اصل في جزء في ثالثه ثانوي وكده بيتكلم على الهرمونات اللي بتحصل في الجسم. فالهرمونات انواع، في الهرمونات معموله من بروتين وفي هرمونات معموله من ليبيد. قال له تعالى بقى، انهي نوع من الليبيد؟ عندك سمبل وعندك كومبلكس. قال له شايف النوع الثالث ده؟ الديريفاتيف اللي احنا بنقول عليها مشتقه. مشتقه من مين؟ يعني بيقول لك ان عباره عن ايه الديريفاتيف؟ عباره عن ميكس ما بين مين ومين؟ السمبل والكومبلكس عاملين ميكس مع بعض. حلو، بس ادوا حاجه مختلفه. ايه الحاجه المختلفه؟ قال لك الديريفاتيف دي اشهر مثال ليها سترويدز. سترويدز دي بتعمل يا جماعه تقريبا كميه كبيره جدا من الهرمونز اللي موجوده في الجسم. يعني حضرتك زمان كنت في اعدادي خدت حاجه اسمها تستوستيرون واستروجين وبروجسترون، اللي هي بنقول عليها السكس هرمونز او الهرمونات الجنسيه اللي مسؤوله عن بلوغ البنت او الولد. كلها معموله من السترويدز. يعني مفيش جسم كائن، او مش هنقول كائن بقى، هنجمع ايه؟ نتكلم على البني ادم. مفيش جسم بني ادم ما فيهوش سترويدز. لازم يبقى فيه سترويدز. ليه؟ عشان هي دي الهرمونات بتاعته. ما هو سواء كان ولد او بنت، راجل او ست، برضه نفس الكلام، محتاج السكس هرمونز. صعب الكلام ده. يبقى انت كده خلصت الليبيدز. هقول ايه تاني؟ هي الحته بتاعت السترويدز دي اللي مهمه جدا وتركز فيها، هي والفوسفوليبيد. طبعا يا جماعه تعقيب سريع على الجزئيه دي، الفاتي اسيد دي في منها نوعين. في نوع من الفاتي اسيد اسمه انساتيوريتد غير مشبع، او بنقول عليها احماض دهنيه غير مشبعه، ودي احماض دهنيه مشبعه. عادة تاني الاحماض الدهنيه المشبعه بتبقى في حاله صلبه واللي احنا بنقول عليها سوليد. اما الاحماض الدهنيه الغير مشبعه عاده بتبقى في حاله ليكويد. يعني لو حضرتك بتفكر معايا كده بحاجه بسيطه، يبقى لو انا عندي الاويل فيها 3 فاتي اسيد، يبقى ال3 فاتي اسيد بتوع الاويل انساتيوريتد، عشان الاويل ده زيت. انا ماليش دعوه ان الاويل ده ممكن اجمده، انا بتكلم في الروم تمبريتشر في الطبيعي. حلو، الاويل في الطبيعي المفروض ليكويد، يبقى انت بيتكون من انساتيوريتد. اما الفاتس في الطبيعي ان هي بتبقى سوليد. الدهون اللي بتتخزن في كرشنا او الكلام ده كله، ده كله بيبقى ايه؟ سوليد. طب الواكسز برضو نفس الكلام، بتبقى سوليد. طب يا مستر تقول لي الشمع بيسيح، انا عارف ان الشمع بيسيح وعارف ان الزيت بيتجمد، بس انا بتكلم على مين؟ على الروم تمبريتشر، درجه حراره الغرفه العاديه. طب انا كده خلصت مين؟ لو فكرت كده معايا انا خلصت البيولوجيكال ماكرو موليكيول الثاني واللي هو الليبيدز. يبقى تروح لثالث صفحه اللي احنا بنتكلم فيها على البروتينز. انا بحب البروتين جدا يا جماعه بشكل شخصي، مش عشان بحب اللحمه والكلام ده كله، لا انا بحس البروتين دي اللي هي ايه، يعني انت ما تقدرش تستغنى عنها بجد. يعني مش اللي هو ايه تفاصيل والكلام ده. البروتين يا جماعه الحاجه الوحيده اللي مهما حاولت تقللها انت جسمك هينهار. جسمك بيحاول دايما يوجه كل الطاقه بتاعته ان هو يبني بروتين، سواء عضلات. البروتين داخله في عضلاتك، داخله في الشعر، داخله في الاربطه، داخله في غضاريف، داخله في بص في حاجات كتير اكتر من ما ممكن تتخيل. كل الناس فاكره البروتين عضلاته بس البروتين حاجات تانية كتير قوي.
طب تعال نفكر في تركيب البروتين. قال له والله يا مستر مش عايزك تتعب نفسك، بس اكيد تركيب البروتين ده هيبقى فيه كربون وهيدروجين واكسجين. ممتاز، صح فعلا. بس بص انا بحب احفظها كده بحاجه بسيطه. شايف البروتين ده عنده ان؟ قال له اه. قال له خلاص زود على البروتين ده ان، يبقى كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين دول بشكل اساسي. يعني يا جماعه ممكن الاقي بروتين معاه حاجات تانية عادي جدا، ممكن تلاقي بروتين كده معاه ايودين هنتكلم فيه بعدين اللي هو اسمه السيروكسين. بس هو اساسي كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين. اي حاجه تانية اعمل اللي انت عايزه. يبقى لازم نفهم ما بين التركيب الاساسي والحاجات الاضافيه. الاساسي في البروتين دول. طب يا مستر البروتين ده بيعمل ايه؟ لما تيجي تتكلم على البروتين كده زي ما بيقولوا تقف له تعظيم سلام. enter in structure of all living cell. كل الخلايا الحيه داخل في تركيبها البروتين. طب مش هل الجسم يعتمد على البروتين على مصدر للطاقه؟ لا، مش هو اللي ليه الاولويه. هو بيعتمد على مين؟ كربوهيدرات ده اسرع مصدر، بعد كده الفاتس، والبروتينز بيهتم ان هو بقى يديها للجسم بتاعنا. يعني ايه يا مس؟ بص يا سيدي، البروتينز يا جماعه طبعا انا قلت لك من شويه ان هي بتتكون من حاجه اسمها امينو اسيد. امينو ايه؟ اسيد. هنقف شويه عند الامينو اسيد دي بالذات. ليه بقى؟ الامينو اسيد تركيبها مميز جدا. حضرتك خدت السنه اللي فاتت حاجه اسمها كربون. يا جماعه الكربون ده في الكيمياء بيحب يجمع الحاجه حواليه، فبنقول ان هو بيجمع حواليه اربع الاتجاهات، ودي هناخدها برضو وهتسمعها تاني في ثالثه ثانوي، بس انا بدي لك هنت عنها الاول. الكربون بنقول عليه تترا فيلنت او التكافؤ بتاعه رباعي او الفالنسي بتاعه رباعي. طب السي يا مستر، السي ماسك فيها مين من فوق؟ الاتش. ممتاز. طب ماسك فيها مين من تحت؟ ماسك حاجه اسمها سي او او اتش اللي احنا بنقول عليها كربوكسيل اسيدك جروب. ما تتخضش من التفاصيل دي، هتسمعها تاني اصلا. طب عندك هنا ايه تاني؟ عندي حاجه اسمها NH2 امينو جروب. يعني ممكن يا جماعه اصلا اريحك عشان برضو ايه لو بتكتب ورايا يبقى عندك ده بيزك امينو جروب، وده بنقول عليه ايه؟ كربوكسيل اسيدك جروب. حلو. طب يا مستر اللي تحت ده مجموعه مشهوره جدا او جروب مشهور جدا اسمه او اختصاره ار او الالكايل جروب. يعني ايه الكايل جروب؟ الالكايل جروب ده جروب كده مجموعه من الاليمنتس ليها كذا شكل. طب الالكايل جروب ده ثابت؟ لا، بيتغير. يعني تعالى نفترض اللي انا رسمه ده كله ده امينو اسيد ومسميه عاصم، امينو اسيد عاصم. طب لو انا اعمل نفسه جنبه امينو اسيد تاني، يعني اعمل سي نفس الحاجه تاني اتش، لو ده سميته ار1 يبقى ده هسميه حاجه تانيه. يبقى ده هسميه ايه؟ ادي سي او اتش وادي هنا NH2. عارف ده هسميه ايه؟ ار2. كل الامينو اسيد متشابهين في اللي انا هشاور لك عليهم بالاخضر دول. متشابهين، لازم يبقى عنده اتش، لازم يبقى عنده سي، لازم يبقى عنده سي او اتش، ولازم يبقى عنده NH2. بس ده هنعمل ايه؟ قال لك ده بيختلف من امينو اسيد لتاني. يعني ده اسمه ار1 ده اسمه ار2، تلاقي امينو اسيد ار3 وهكذا. تقعد بقى في كل امينو اسيد تتكلم عن التاني. طب اشمعنى البروتين ده اللي شرحته يا جماعه؟ انا عندي شابتر 1 في الثالثه ثانوي بيتكلم على حاجه اسمها سبورت وموفمنت. سبورت ده العظم، خليه على جنب. خلينا في الموفمنت. الموفمنت انت بتتحرك عشان اقعد اكلمك كده واشاور لك للكاميرا واعمل لك واقعد اكتب بالقلم. انت بتستخدم عضلاتك. طب العضلات دي بتتكون من ايه؟ تقف تفكر العضلات بتتكون من ايه؟ تصدق بتتكون من بروتين. ماشي. طب ايه بقى؟ يبقى انت عشان تشرح الموفمنت لازم تفهم البروتين، لازم تفهم المصل، وعشان تفهم المصل لازم تفهم البروتين، وما دام فهمت البروتين يبقى تعرف ان هو بيتكون من امينو اسيد. طب مثلا ادي ده امينو اسيد وده امينو اسيد، هو ممكن يمسكوا ببعض عادي جدا. تعال افهمك حاجه بسيطه جدا. بص يا سيدي، لو انت عندك امينو اسيد هنسميه امينو اسيد واحد عايز يرتبط بامينو اسيد 2. انت مش قلت البروتين بيتكون من كذا امينو اسيد مع بعض؟ عايز يرتبط بامينو اسيد 2، يبقى يعمل لي حاجه اسمها، بص بقى الكلمه اللي جايه دي، هيرتبطوا مع بعض. ده امينو اسيد واحد وده امينو اسيد 2، هيرتبطوا مع بعض بحاجه اسمها بيبتايد بوند. وبيبتايد بوند دي يا جماعه خاصه بالبروتين فقط. بيبتايد بوند خاصه بالبروتين. يعني انا عندي امينو اسيد واحد وامينو اسيد 2، دول يرتبطوا مع بعض هيعملوا حاجه اسمها ايه؟ بيبتايد بوند. بيبتايد بوند. طب يا مستر البوند دي عشان اعمل لها فورميشن او عشان اعمل لها تكوين
لازم في المقابل الناحيه الثانيه هشيل واحده ميه. removal of H2O كنتوا بتاخدوه في ثانيه ثانوي في الكيمستري كده، اسمه dehydration. يعني ايه dehydration؟ تشيل واحده ميه. يعني ارجع للي فات، انت عايز ترتبط ده يمسك في ده، هيمسكوا ببعض ازاي؟ مش هيعرف، الدنيا ايه زحمه. فيقول له بص، عشان انا اللي هو انا رقم واحد ارتبط فيك انت او ارتبط بيك انت اللي هو رقم اتنين، هعمل ايه؟ قال له بص الموضوع بسيط، هنشيل حته من عندك وحته من عندي. يعني ايه؟ هنا ده عنده H2 صح؟ طب يا مستر بقول لك ايه، هي في مشكله لو انا خليت ال NH2 دي تتكتب كده N ماسكه هنا في السي وهنا H و H؟ يعني ايه؟ يعني فكيتها كده فردتها، فك الدنيا كده ربنا يوسع عليا وعليك. طب والسي او اتش نفس الكلام اهو، ثانيه واحده، ادي السي ماسك فيها الاو، ماسك فيها او، ماسك فيها اتش. الدنيا دلوقتي زحمه يا جماعه، السي او او اتش والان اتش 2 عايزين يمسكوا ببعض، هيعملوا ايه؟ قال لك والله الموضوع بسيط، كل واحد هيضحي بجزء. يعني تعال نشوف هنا من الان اتش 2 هنشيل اتش، حلو، هنشيل ايه؟ اتش. موضوع بسيط، من الان اتش 2 هنشيل الاتش. طب يقول لك ايه عندك في الايه في الناحيه الثانيه؟ هتشيل مين؟ استنى اجمعهم لك كلهم في دايره واحده كده واقول لك عليهم. انت عندك ده كل واحد هيضحي بجزء، ده هيضحي بالاو اتش وده هيضحي بالاتش، جمعهم كده مع بعض اتش 2 او اللي احنا بنقول عليها. طب بقول لك ايه، انا شلت واحده ميه، ما دام حضرتك شلت واحده ميه راحت فين؟ شلت واحده ميه، يبقى انت عندك مين؟ الجزئيه اللي بعدها. ما دام شلت واحده ميه يبقى هتلاقي مين؟ اتكونت بوند. شلت واحده ميه يبقى اتكونت بوند. شلت واحده ميه removal of water معناها formation of bond. طب اشمعنى الامينو اسيد اللي طولنا فيها؟ فهمتك بقى، ده شابتر 1 عندك في ثالثه سنه. طب خلاص يا مستر، يبقى البروتين بيتكون من امينو اسيد، وخدنا تركيب الامينو اسيد وبيرتبط ازاي. هو البروتين ده داخل في ايه؟ بس عشان انا سايبك عمال تقول كلام كتير، البروتين مهم مهم مهم. بص يا سيدي، اولا البروتينز جاهز تسمع بتخش في ايه؟ تخش في تركيب العضلات. قال لك عادي يعني، قال له خلاص ما تزعلش، شعرك بروتين، نيلز ضوافرك طبعا مع احترامي لشخص حضرتك، بقيه الحيوانات الهوفز الحوافر بتاعتهم، الهورنز اللي هو القرن بتاعهم، كل ده معمول من بروتين. طب نكمل كمان، عارف انت المناعه بتاعتك الاميونيتي اللي هي الانتي بودي اللي بتدافع عن جسمك معموله من بروتين برضه. طب عارف الاربطه بتاعتك والغضاريف بتاعتك اللي هي ليها علاقه بنقول عليها الليجامنت دي والاربطه، كل ده ليه علاقه بمين؟ بالبروتين. كل ده ليه علاقه بمين؟ بالبروتين. ثانيه، يبقى كل ده ليه علاقه بايه يا جماعه؟ الليجامنت، التندن، كل ده معمول من بروتين. يعني مثلا يعني انا ما اقدرش استغنى عن البروتين، اقسم بالله ما تقدر. طب اقول لك حاجه ثانيه، انت دلوقتي لو ما فيش بروتين في جسمك هتموت. حط الكلام ده كله على جنب، الكلام اللي فات يا عم انت مش محتاج حاجه منهم. شايف دول؟ دلوقتي عشان تتنفس، عشان تاكل، عشان تشرب، كل حاجه شغاله في جسمك عن طريق حاجه اسمها انزيمز. الانزيمز دي زي حاجه في ثالثه اعدادي كنت واخدها اسمها كاتاليست، اللي هي عارف كأن في عربيه عطلانه وانت بتزقها، ده الانزيم. الانزيم ده اللي بيسرع التفاعل اللي في جسمك. والهرمونات يا جدعان، يا جماعه الهرمونات، انت بتسمع الهرمونات دي قد كده ومش فاهم. اقسم بالله ما في عمليه بتتم في جسمك، حتى النفس اللي بتاخده دلوقتي حالا ما بيتم الا بمساعده الانزيمز والهرمون. الاكل اللي انت واكله وبيتهضم دلوقتي وبيتوزع على الجسم بيتم بمساعده الهرمونز والانزيمز اللي بتسرع عمليه التنفس وبتسرع عمليه الهضم، دي كلها بتتم. عارف بقى الانزيمز 100% منها بروتينز. طب والهرمونز معظمها بروتين. طبعا احنا لسه قايلين من ورا ان الهرمونز فيها كمان ليبيدز. طب يا مستر خلاص انا اقتنعت، البروتينز دي يا باشا دور على اي دايت على النت، الا بقى الطيبات ده اللي احنا ما نعرفوش، هتلاقي ان انت ايه، كله انت محتاج مين؟ محتاج البروتين. يقول لك قلل كارب زود بروتين، قلل فاتس زود بروتين، عمرك ما تقدر تستغنى عن البروتين. اتفقنا؟ في حاجه شافونا يا شباب؟ يبقى انا كده لميت لك البروتين على قد ما اقدر. طب يا مستر البروتين ده ممكن يبقى لو اتنين اتجمعوا مع بعض زي ما قلت لك، دول اسمهم يا جماعه 1 2 صح؟ اسمه داي بيبتايد. طب لو 3، لو 4 اسمه بولي
بيبتايد. يبقى كلمه بولي دي معناها ايه بالانجليزي؟ دي باللاتيني هنحط مكانها كلمه ميني. يعني لو واحد امينو اسيد ده اسمه امينو اسيد، اتنين يبقى اسمه داي بيبتايد زي داي ساكرايد. طب لو عندك 3 4 10 100 اسمها بولي بيبتايد. بولي بيبتايد وساعات بنكملها كده عشان ايه؟ نقنع الناس بيها، نقول عليها بولي بيبتايد تشين سلسله. صعب الكلام ده؟ طب انا خلصت لك البروتينز ونعمل عليها ايه؟ باي باي كده. حلو؟ راحت فين؟ نعمل عليها باي باي بروتين. عندك مين؟ البيج بوس بتاعنا النيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد ده انواعها ايه يا مستر؟ النيوكليك اسيد يا شباب اللي هي الدي ان ايه والار ان ايه. طب ثانيه واحده. النيوكليك اسيدز طبعا ايوه انت بتكتب معايا وعارف ايه اللي بيتقال. بتتكون من كربون وهيدروجين واكسجين ده بشكل اساسي صح؟ زود بقى معاها مين؟ جديد ده النيتروجين. ده شفته في البروتين، ده انت جبت معاه النيتروجين شفته في البروتين، انما انت جبت معاه دلوقتي مين؟ جبت معاه فوسفورس. يبقى انا دلوقتي الاساسي غير الاضافي. الاساسي يا مستر اللي هو كربون وهيدروجين واكسجين، والاضافي والبي والان. حلو؟ طب النيوكليك اسيد يا مستر بتنقسم لكام نوع؟ بتنقسم لنوعين. النوع الاولاني اسمه دي ان ايه، والنوع الثاني اسمه ار ان ايه. شابتر 5 و6. يبقى عندنا نيوكليك اسيد كام نوع؟ نوعين، الدي ان ايه والار ان ايه. طب انا الدي ان ايه سمعت عنه بس ايه الار ان ايه ده؟ اول مره اسمع عنه. ده موضوع كبير بقى. عندك شابتر 5 و6 بيكلمك ازاي تعمل الدي ان ايه، ازاي الدي ان ايه ازاي بيطلع الار ان ايه، والار ان ايه ازاي بيطلع بروتين، وموالي طول شرح. بس كل اللي انت لازم تعرفه دلوقتي ان سواء دي ان ايه او ار ان ايه البيلدنج يونت في الحالتين حاجه اسمها نيوكليتايد. هو مهم ان انا اعرف شكل النيوكليتايد. طبعا هو بشكل مبدئي المفروض تعرف شكلها، بس بعدين هتاخدها بالتفصيل في ثالثه ثانوي. وكده كده الدفعات اللي فاتت حتى ما كانوش واخدين شكل النيوكليتايد بالتفصيل. النيوكليتايد زي ما بحب اقول للناس بتبقى عامله زي ما يكون ادي بيت، ده المكون الاولاني، وكأن طالع من البيت ده مدخنه، ده المكون الثاني، وعندك كمان كأن جنب البيت ده ايه؟ جراج، ده المكون الثالث. طب ممكن تقول لي المسميات بتاعت المكونات دي يا مستر؟ بدل بيت بمدخنه بجراج. بص يا باشا، رقم واحد ده بنقول عليه بنتوز شوجر. بنتوز يا بتوع الماس، بنتوز معناه ايه؟ 5. يبقى عندك C1 C2 C3 C4 C5، يبقى ده البنتوز. طب رقم 2 يا مستر غير البنتوز عندي مين؟ عندي حاجه اسمها فوسفيت، دي المدخنه. الفوسفيت جروب يا جماعه اللي انتوا بتقولوا عليها BO4. طب مين تاني يا مستر؟ رقم 3 حاجه اسمها نيتروجينس بيز، واسمها نيتروجينس بيز عشان داخل في تركيبها نيتروجين. حلو الكلام ده؟ يبقى انت دلوقتي عندك تقريبا خدت لي 60% من اولى ثانوي. اولى ثانوي والمعلومات اللي فيها واللي انا هحتاجها يا مستر في ثالثه ثانوي. الجزء اللي جاي انت عندك هتسمع فيه مين؟ تركيب السيل واللي انت محتاجه منها. طب يا مستر الدي ان ايه ده معروف عنه ان هو بيخش في تركيب الايه؟ مسؤول عن حاجه اسمها الجيناتيك انفورميشن، الصفات الوراثيه بتاعتك. ومسؤول كمان، ودي مفاجاه تفهمها بعدين كويس بس اسمعها معايا دلوقتي، عن تصنيع البروتين. يعني تصنيع العضلات اللي في الجسم وتصنيع كل حاجه ليها علاقه بالبروتين في الجسم، تاكد تماما ان ليها علاقه بالايه؟ بالدي ان ايه. يبقى احنا كده خلصنا. لو رجعت معايا للصفحات اللي فاتت انت خلصت الجزء اللي انت كنت بتتكلم فيه. انهي جزء؟ الجزء بتاع الموليكيولز. طب هو انا هدرس الاتومز؟ اتومز ايه اللي ادرسها؟ انا مش بتاع كيمستري يا ابني، انا بتاع بيولوجي. الجزء اللي انت المفروض تعرفه في الحته اللي جايه الاورجانيلز والتيشوز. اتفقنا؟ يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الموليكيولز، ناقصنا الجزء بتاع الاورجانيلز والتيشوز. احنا كده خلصنا بارت 1 بتاعنا، ومستنونا في البارت 2 اللي هنكمل فيه بقيه التاسيس. السلام عليكم.